وفي طريقهم بيخبطوا في طرزان بالصدفه واللي بيكون جايب الاكل وراجع خلاص، وبيفضلوا يسلموا عليه وبيكونوا فرحانين جدا ان هو لسه عايش. وبعدها بيحكوا له القصه من اولها، من اول ما تاتا سمع صوته لحد ما جم هنا والقرود الكبيره اللي خطفت توكا. فبيقول لهم تعالوا ورايا بسرعه اوديكم مكان امان واستخبوا فيه. بتبقى غوندا واولادها واقفين فوق الجبل بيراقبوهم وهم بيجروا وبيشوفوا هم رايحين فين. وبتكون كالا لسه بتدور عليهم وبتكتشف ان الغوريلات الصغيره جايين وراها، فتقول لهم انا مش قلت لكم تستنوا في البيت؟ فبيرد عليها الكداب اللي فيهم وبيقول لها بقول لك ايه، احنا جايين ندور على توت القرود ومش جايين وراكي اصلا. المهم ان هي بتسلم امرها لله وبتقول لهم طب بصوا خليكم قريبين مني بس. وبنرجع لطرزان اللي بيوصل هو واصحابه لغايه كهف الزوجر، ولكن بيتكعبلوا بيقعوا في الشلال، بس هو بيكون نايم ومش بيسمع اي حاجه. وبيقول لهم طرزان ان هم هنا في امان من اي حيوانات مفترسه، لان مفيش حد فيهم يقدر يوصل للمكان ده. فبتقول له توكا طيب جميل يلا بقى عشان نرجع البيت بتاعنا. بس بتتفاجئ لما طرزان بيقول لها لا انا مش راجع، ده انا فضلت خيرك دلوقتي بقيت زوجر ومش محتاج لاي حد. بتقول له زوجر مين يا عم، انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ وقتها بيزعل توتا من كلامه، بيقول له مش محتاج لاي حد. فبيقول له ايوه. فبيقول له ولا حتى امك.